السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي. الفيديو ده هيكون فيديو تكملة للشرح السابق عن أفضل منصة لنسخ صفقات التداول بدون خبرة. فكثير منكم يا أصدقائي بيبحث عن منصة ينسخ صفقات المتداولين وما عنده خبرة في التداول، أو في ناس بتدخل جديد على عالم تداول العملات الرقمية فما بتعرف طريقة التداول فبتخسر أموالها، فبتلجأ يا صديقي إلى نسخ تداول المحترفين. ففي الفيديو ده أصدقائي أنا هتكلم لكم عن أفضل منصة تقدر منها تنسخ الصفقات، وهي منصة بينجكس. فزي ما شايفين يا أصدقائي دي واجهة الصفحة أو واجهة المنصة من الخارج. اللي بيميز المنصة دي يا صديقي إنه سهلة الاستخدام، كأن أنت كمبتدئ بتقدر تستخدمها بدون مشاكل. زائد إنه يا صديقي لا تحتاج إلى توثيق، بتقدر تشتغل عليها بدون توثيق. زائد يا صديقي بتشتغل في جميع الدول العربية. غير كده يا أصدقائي والأهم من كده إنه الحد الأدنى للسحب فيها منخفض جدا. يعني لو عندك $2 فقط يا صديقي بتقدر تشتغل على المنصة وتنسخ صفقات وتحقق أرباح ضخمة. في الفيديو ده أصدقائي بإذن الله أنا أخلي كل واحد منكم يحقق أرباح ضخمة. فزي ما شايفين دي واجهة التسجيل. فأول شيء يا صديقي تدخل البريد الإلكتروني وكلمة السر، وبعد كده يا صديقي تضغط على اختيار رمز الإحالة. فمن خلال اختيار رمز الإحالة يا صديقي أنت بتكون مؤهل للحصول على مكافآت بتقدمها لك المنصة من خلال كود الدعوة. بعد ما يا صديقي ما سجلت من المنصة هطلب منك انك تنزل المنصة من متجر جوجل بلاي او ابل ستور. طيب بعد ما حملت المنصة يا صديقي هتصر معاك واجهة، وحملت التطبيق وسجلت بنفس بياناتك، هتصر معاك الواجهة على الشكل التالي. فهنا يجيب لك اجمالي رصيدك. طيب نحن مباشرة نتوجه الى الاصول فعشان نشحن المنصة علشان نقدر نعمل نسخ صفقات. طيب تضغط على ايداع يا صديقي. فزي ما ذكرت لكم بتقدر تشتغل نسخ الصفقات ابتداء من $2 فقط. زائد يا صديقي انه المنصة بتقدم لك محترفين في التداول بتقدر تتعامل معاهم وتنسخ صفقاتهم يا صديقي. طيب هنا بتختار العملة اللي حابب تعمل بها ايداع، وهنا الشبكة يا صديقي. بعد ما اخترتهم هتصر معاك العنوان اللي هتودع عليه، وأقل حد أدنى للإيداع وهو $1. طيب تنسخ العنوان ده يا صديقي وترسل له على سبيل المثال $10. هتصر معاك مباشرة في رصيدك في المنصة. هيصير معاك رصيدك هنا يا صديقي. طيب بعد ما شحنا المنصة يا صديقي نضغط على الصفحة الرئيسية. طيب نحن هنا نتوجه إلى نسخ الصفقات يا صديقي. هيجيب لك مجموعة من المتداولين بتقدر تنسخ منهم الصفقات. فهنا لو حابب تعمل نسخ الصفقات على العقود الآجلة أو على التداول الفوري، زي ما شايف هيجيب لك مجموعة من المتداولين. فهنا يجيب لك الأرباح عايد 7 أيام وعايد 30 يوم وإجمالي المتابعين وإجمالي الناس اللي بتنسخ من الشخص ده يا صديقي. وعلى سبيل المثال عندنا الشخص ده خلال 30 يوم حقق ربح أكتر من 700%. يعني إذا صديقي إذا اشتغلت مع الشخص ده بمبلغ $10 هيكون رصيدك يا صديقي $70. طيب نضغط عليه يا صديقي ونشوف تفاصيله، هل هو شخص محترف أم لا. وزي ما شايف يا صديقي ننزل إلى الأسفل، أهم حاجة عندنا نضغط على التفاصيل. فزي ما شايف هنا عندنا أهم حاجة يا صديقي متوسط الربح ومتوسط الخسارة. فمتوسط الربح عند الشخص ده يا صديقي 84%، فدي نسبة ممتازة جدا. وأقل نسبة خسارة أو متوسط نسبة الخسارة هي 3%، فدي نسبة ممتازة يا صديقي، وشخص بيدل على إنه الشخص ده محترف. طيب نضغط على نسخ الآن يجيب لنا التفاصيل. فأقل حد أدنى من الشخص ده تعمل اللي هو نسخ منه صفقات $5. على سبيل المثال احنا عندنا $5، ففي أشخاص يا صديقي بتقدر تنسخ منهم صفقات ابتداء من $2. تحدد المبلغ يا صديقي وتضغط على نسخ. ومجرد ما ضغطت نسخ يا صديقي إذا الشخص ده عمل تداول يا صديقي مباشرة انت هتدخل معاه تداول تلقائيا بدون اي تدخل منك. والشخص ده اذا ربح من الصفقة انت بالتالي يا صديقي هتربح ايضا. فده هنا المتداولين اللي يا صديقي اللي انا عامل عليهم تداول، فبتقدر تتداول معاهم ابتداء من $2 بدون اي مشاكل. فعلى سبيل المثال يا صديقي الصينية دي او الصيني ده يا صديقي دي التفاصيل بتاعته. بتقدر تدخل معاي بنفس الاشخاص يا صديقي. عايد 30 يوم 700%،
ولو ضغطنا على التفاصيل نسبة الربح يا صديقي 30%، ومتوسط الخسارة أقل من 1%. فدي فرصة ممتازة يا صديقي إنك تقدر تستغله بدون مشاكل. طيب بالنسبة إعدادات الناسخ يا صديقي، على سبيل يا صديقي الشخص ده خلال 30 يوم حقق ربح 71%. لو ضغطنا على نسخ فيجيب لنا إعدادات يا صديقي بتقدر تطلع عليها. أهم حاجة عندنا جني الأرباح ووقف الخسارة. طيب الشخص ده يا صديقي أول شي جني الأرباح أنا بفضل إنك تخليها صفر زي ما هي. المهم عندنا يا صديقي معدل وقف الخسارة، يعني إذا دخلت مع الشخص ده يا صديقي بمبلغ $2 والشخص ده الصفقة خسرت بنسبة 50%، بمجرد ما وصلت إلى 50% اللي حددتها أنت هنا يا صديقي مباشرة هيخرج لك من الصفقة ويحفظ لك رأس مالك. ويفضل يا صديقي إنك تختار 20% أو 30%. يعني إذا خسرت من الشخص ده 20% تخرج من الصفقة مباشرة ولا تخسر أكثر من 20%. فالربح يا صديقي زي ما ذكرت لك إنك تخليه زي ما هو، اللي هو الربح لو تجاوز 150% هيكون مواصل ولا يخرج لك من الصفقة. طيب بعد كده عندنا إعدادات متقدمة اللي هي كمية النسخ اليومية. هنا لو حابب تنسخ كم دولار في اليوم، فلو ضغطت مثلا على $4 ومجرد ما النسخ ده يا صديقي وصل $4 هيوقف لك نسخ صفقات. وهنا أقصى نسخ في اليوم، فلو مثلا ضغطت يا صديقي على حددتها على $10، يعني كل مرة في كل يوم تنسخ اللي هو بقيمة $10 ما تزيد عن $10. بعد ما ظبطت الإعدادات دي يا صديقي تضغط على نسخ الآن، هيكون معاك في المتداولات. هيصير معاك هنا يا صديقي بمجرد ما الشخص ده دخل صفقة هتصير معاك في التداولات الحالية. لو ضغطت عليها يا صديقي يجيب لك أرباحك من الشخص ده. فحاليا السوق شوية مكركب فلذلك في خسارات، ولكن يا صديقي الأشخاص اللي أنا بستخدمون هم أشخاص محترفين جدا وحققت من خلالهم أرباح مرضية جدا. ما أظن في حاجة أكتر من كده. لو واجهتك أي مشكلة اكتب لي تحت في التعليقات، هرد على جميع الأسئلة والاستفسارات. منصات نسخة التداول يا صديقي هي منصات ممتازة جدا بتقدر تحقق منها أرباح بدون ما تتعلم التداول، بمجرد ما إنك تختار شخص محترف هو يتداول بالنيابة عنك ويحقق لك أرباح يا صديقي وأنت نائم. زائد يا صديقي الرسوم فيها منخفضة جدا. السلام عليكم وبالتوفيق للجميع.